تخيل للحظة إننا بنكرر نفس الخطوات اللي سبقت غزو روسيا لأوكرانيا من حوالي 5 سنين. ودلوقتي تخيل كمان إنه في الوقت اللي الناس اللي بتتابع الحروب متراوحة بين القلق من الوضع أو مرعوبة منه، كل وسائل الإعلام الرئيسية بتغطي على القصة دي: وفاة دولي بارتون، وتصاعد الحرب التجارية مع كندا، والمحن والتجارب اللي بيمر بيها راقص بريك دانس أسترالي معين. وأياً كانت حكاية رفع الأثقال دي، اللي أنا بتكلم عنه هو زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف لموسكو يوم الثلاث. وكانت زيارة سريعة مدتها حوالي 8 ساعات بس، وطبعاً في شوية أسباب ممكن تكون خلت راتكليف يعمل الرحلة دي. لكن النهاردة أنا عايز أركز على الموضوع الرئيسي، وهو إن الولايات المتحدة اكتشفت خطة من الكرملين لشن عملية جديدة ضد حليف في الناتو، وإنه كان هناك علشان يحذر الكرملين من تنفيذها. وده هيكون تركيزنا، لأنه هيأثر بشكل كبير على الشؤون الدولية. وكمان معظم الأدلة اللي حوالين الرحلة بتشير إن ده هو التفسير الصح. ما ينفعش نستبعد الاحتمالات التانية اللي في القائمة دي، أو على الأقل مش معظمهم. بس في شوية حاجات محيرة ومش مفهومة في الرحلة، لو كان واحد من التفسيرات دي هو التفسير الحقيقي. فبكده تعالوا نتكلم عن اللي نعرفه عن الرحلة لحد دلوقتي. يوم الأحد بالليل، طيارة نقل عسكرية من نوع C-17 وطيارة تنفيذية من نوع C-40B أقلعوا من قاعدة أندروز المشتركة. راتكليف كان غالباً على طيارة C-40B علشان راحته الشخصية. الطيارات نزلت في ريغا، لاتفيا، يوم الاثنين الصبح، وخد بالك من النقطة دي، قعدوا هناك طول اليوم. وبعدين يوم الثلاث الصبح الطيارة الأكثر أماناً C-17 طلعت على موسكو. قعدت هناك حوالي 8 ساعات قبل ما ترجع تاني لريغا، وهناك غالباً راتكليف رجع لطائرة C-40B قبل ما يرجع على بلده. السبب اللي خلى الرحلة دي تثير قلق كبير في الأوساط الأمنية هو إنها بتشبه رحلة كان عملها مدير CIA وقتها، واسمه ويليام بيرنز، عاملها في نوفمبر 2021. عشان أوضح الصورة، المحللين كانوا لاحظوا علناً أن روسيا بتجمع قواتها جنب حدود أوكرانيا قبلها بشهر، ومع ذلك ما كانش فيه قلق عام في الوقت ده. روسيا كانت عملت تعبئة شبه كده في الربيع اللي فات، وفي الآخر ما حصلش منها حاجة. وعلى العكس، المخابرات الأمريكية كانت لاقطة إشارات إنه الكرملين ناوي يعمل أكتر المرة دي. بيرنز راح موسكو بمهمة بسيطة لكن مهمة جدا. ينبه المسؤولين الروس إن الولايات المتحدة عارفة بالضبط الكرملين مخطط لإيه، وإن أمريكا هتفضح الكرملين في كل خطوة، وإنهم لازم يبطلوا قبل ما يعملوا حاجة غبية. المسؤولين الروس عملوا نفسهم مش فاهمين هو بيتكلم عن إيه، وممكن فعلا يكون بعضهم ما كانش عنده فكرة خالص، عشان بوتين كان مخبي عليهم ومطلعهمش على اللي بيحصل. بغض النظر عن كده، روسيا فضلت ماشية في طريق الممنوع. الولايات المتحدة فعلا وضحت كل خطوة اللي هيحصل خلال ال3 شهور الجايين. أوروبا قللت من التهديد، لكن استخبارات أمريكا أثبتت صحتها. يوم 24 فبراير 2022 مع بداية الغزو، نرجع للوضع الحالي. الشهر اللي فات كان فيه كلام كتير في الاستخبارات عن احتمال عملية روسية ضد بولندا أو دول البلطيق. الاحتمالات هنا كتير ومفتوحة على كل الاتجاهات: توغل صغير في مكان ذي نرفة، أو طيارات روسية تدخل مجالا جويا تابع للحلفاء بالغلط، أو طيارات بدون طيار كانت رايحة أوكرانيا لكن خرجت عن مسارها بالصدفة، حتى احتمال استخدام طيارات أوكرانية تم استرجاعها علشان يضربوا بيها البنية التحتية في دول البلطيق أو بولندا. وكأنهم عايزين يبينوا إن أوكرانيا بتضرب الناتو عن قصد لأسباب معينة. بس ليه روسيا ممكن تحب تستفز الناتو وهي أصلاً مش قادرة تسيطر على اللي بيحصل في أوكرانيا؟ ده رد شائع، والإجابة هي إنه الكرملين فعلاً نفسه يعمل تعبئة لجنود أكتر عشان يحارب في أوكرانيا، بس ده موقف مش محبوب سياسياً دلوقتي. فخطة الوقت الحالي شكلها كده: المرحلة الأولى استفزاز الناتو، المرحلة الثانية حشد دعم شعبي روسي لإجراءات أمنية أوسع، المرحلة الثالثة الاستفادة أو توجيه الطاقة دي ناحية أوكرانيا، لأن مواجهة الناتو فعلا هتكون فكرة غبية. واضح إنه الكرملين حيضطر يمشي بحذر شديد عشان يقدر يقنع الجمهور المحلي بالحجة السياسية دي. بس بالنظر لكل العمليات غير التقليدية اللي روسيا عملتها قبل كده، باين إن الكرملين عايز يجرب الموضوع ده. فعلا بقالها أكتر من شهر أوكرانيا بتحذر علنا إنه الكرملين ناوي يعمل تعبئة من جديد، وغالباً حيكون بعد انتخابات الأقاليم في سبتمبر. كان في أسباب كتير تخلي الواحد يكون حذر من التحذيرات الأوكرانية دي. أوكرانيا قالت حاجات شبه كده قبل كده،
وفي دوافع إنها تعرض موقف الكرملين الحقيقي بشكل غير دقيق. لكن الجمع بين التقارير الاستخباراتية اللي تسربت وبعض الخطوات اللي ممكن نشوفها حتى لو كانت لسه أولية اللي روسيا أخذتها عشان تتعامل مع عدد أكبر من الجنود، رجع القلق من إن في حاجة فعلا ممكن تكون بتحصل. وده ياخدنا اليوم الثلاث. لو أنت قلق من الوضع الأمني اللي تكلمنا عنه زي بعض الناس في مجتمع الاستخبارات، يبقى التفسير الأكثر احتمالاً لرحلة راتكليف هو الآتي: الولايات المتحدة التقطت إشارات عن تهديد أخطر أو أكثر تحديداً. راتكليف طلب اجتماع مع الكرملين في وقت قصير جداً. هو سافر هناك وشرح لهم المعلومات الاستخباراتية اللي الولايات المتحدة وشركائها في الجناح الشرقي جمعوها، واداهم نفس التحضير اللي بيرنز اداهم من 5 سنين ومشي. فاكر، الهدف من المادة 5 هو إننا عمرنا ما نضطر نفعل المادة 5. وده ينطبق أكتر على إدارة ترامب اللي يفضلوا ما يتورطوش في السياسة الأوروبية، بس هيلاقوا نفسهم عالقين هناك لشهور لو الموضوع ده كمل. ده أحسن بكتير لكل الناس في التحالف الغربي، الولايات المتحدة ودول البلطيق وبولندا وباقي 27 حليف في الناتو وأوكرانيا، كلهم هيكونوا أحسن لو الخطة دي ما تنفذتش من الأساس. دلوقتي في حاجتين واضحين في الرحلة دي بيدوا مصداقية للنظرية دي. أول حاجة، راتكليف كان هو الشخصية الرئيسية اللي شاركت فيها. مش غريب في الوقت ده إن مسؤولين من إدارة ترامب يزوروا موسكو. بس بيتكوف وكوشنر وغيرهم بيروحوا كدبلوماسيين. راتكليف مش دبلوماسي، هو رئيس جهاز استخبارات، وعلى الرغم أن رؤساء أجهزة الاستخبارات أحياناً بيشاركوا في أنشطة قريبة من الدبلوماسية، عادة بيكون فيها جزء استخباراتي. وكمان راتكليف من أشد المتشددين تجاه روسيا في إدارة ترامب. بعد الانهيار اللي حصل في المكتب البيضاوي، راتكليف أقنع ترامب أن أمريكا لازم ترجع تتبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا. المعلومات خصوصاً عن أماكن الدفاعات الجوية الروسية كانت مهمة جداً لحملة أوكرانيا ضد المصافي. وبنفس الطريقة، راتكليف مش هو الشخص التقليدي اللي ترامب أو أي حد تاني ممكن يبعته في رحلة موسكو عشان يدور على انفراجة دبلوماسية. الجزء الثاني دقيق أكتر لكنه مقلق أكتر. افتكر أن راتكليف قضى اليوم في لاتفيا. أنا أشك إنه كان هناك عشان يتفرج على المعالم السياحية، بالعكس، التفسير الواضح إنه راح هناك عشان يبلغ لاتفيا بتقرير الاستخبارات. ده ممكن يبين إنه لاتفيا هي الهدف المحتمل. مع ذلك، أنا أنصح بالحذر هنا. ما قدرتش ألاقي معلومات عن مكان نظراء راتكليف من إستونيا أو ليتوانيا أو بولندا يوم الاثنين. ممكن يكونوا كلهم اتقابلوا بهدوء في ريغا عشان ينسقوا بخصوص مشكلة أكبر، وده تقريبا الوضع هنا دلوقتي. ممكن يطلع تسريبات تانية عن الاجتماع خلال اليومين الجايين، أو لو روسيا كملت في الخطة اللي كانوا ناويين عليها هنبدأ نستقبل إحاطات علنية هدفها تكشف المؤامرة. ده النوع من الحاجات اللي ممكن نرجع له بعد 3 شهور ونعتبره حدث مهم جدا في تاريخ العالم، أو الكل حينسى الموضوع ده بعد 3 شهور، لأن التحذير حقق هدفه، وده كان حدث مهم جدا في تاريخ العالم حتى لو محدش قدره بالشكل ده. علشان نكون مكملين الصورة لازم نقضي شوية وقت نراجع نظريات تانية عن هدف الرحلة، ونسأل نفسنا إيه الأسئلة اللي لسه مش واضحة بالنسبة لنا بناء على اللي نعرفه. أول حاجة، يمكن راتكليف كان هناك علشان يدي بوتين إحاطة مباشرة عن حقيقة الوضع في الحرب على الأرض في أوكرانيا. ده بياخد كلام بوتين العلني عن الحرب على إنه الحقيقة، يعني إنه مقتنع أن روسيا ناجحة أكثر بكتير في تقدمها عن اللي حاصل فعلا. يعني راتكليف كان هناك جزء من تدخل من CIA علشان يحاول يقنع بوتين إن الجنرالات بتوعه مش متابعين الوضع تاني، وإنه بيكرر نفس الغلطة اللي حصلت في فبراير 2022. أنا شايف إن الاحتمال ده معقول، بس مش بسهولة أصدق إن بوتين بالسذاجة دي. أيوة، كان فيه فجوة معلومات واضحة في بداية الغزو. الكرملين صحح ده في خلال كم شهر، بس علشان الكلام ده يبقى منطقي لازم يكون حصل تراجع عن التصحيح ده في الفترة دي. هضيف هنا حاجتين كمان. أولاً، إحنا حتى مش عارفين إذا كان راتكليف قابل بوتين في الرحلة دي ولا لأ. الأرجح إنه معظم وقته كان مع نظيره سيرجي نارشكين، اللي هتفتكره هو الراجل اللي كشف خطة الكرملين في دونباس بالغلط عشية الغزو. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف نفى إن بوتين قابل راتكليف، وفي نفس الوقت بشكل غريب لا أكد ولا نفى إن راتكليف كان في الرحلة أصلاً. بوتين قيل إنه كان في موسكو يوم الثلاث وفي صور هنا لاجتماع مع محافظ إقليم جنوبي، لكن موقع الكرملين معروف إنه بيتعمد يكذب بخصوص المواعيد الحقيقية لاجتماعات بوتين، فمش هعتمد على ده قوي. وثانياً،
بوتين كان باين عليه مش متحمس لاجتماعات شبه دي قبل كده. ولما بيرنز راح موسكو اضطر يعمل مكالمة تليفون مع بوتين. الزعيم كان في سوتشي وما كانش فاضي يجي لعاصمته بنفسه، بس ده كان كمان وقت الجائحة، وسوتشي كانت جزء من استراتيجية بوتين للحد من انتشار الفيروس، فصعب نحدد مدى علاقة ده بالوضع دلوقتي. النظرية الجاية إن كان فيه مقايضة مرتبطة بإيران. الموضوع معروف تقريبا إن روسيا بتساعد إيران في الأزمة اللي شغالة في مضيق هرمز، عشان كده راتكليف راح موسكو علشان يوصل رسالة بإنهم يوقفوا، ويمكن عرض عليهم صفقة تقلل فيها أمريكا دعمها لأوكرانيا. وده كمان يتماشى مع رسالة يوم الحسم الاقتصادي اللي قالها وزير الخزانة سكوت بيسانت، واللي في الآخر طلعت مجرد تهديدات غامضة أكثر من إنها أفعال حقيقية بتحصل دلوقتي. في كل الأحوال أنا شايف إن ده ممكن يكون معقول، بس ناقصه شوية حاجات. راتكليف اختيار غريب للمهمة دي. هيكون آخر شخص في الإدارة ممكن يفكر إن مساعدة روسيا في أوكرانيا فكرة كويسة. الفكرة وجانب الاستخبارات فيها ناقصين. يمكن كان هناك عشان يبلغ الكريملين إزاي أمريكا عرفت عن تعاملات روسيا مع إيران، بس ده احتمال بعيد شوية. اللي معروف في العامة بالفعل أكتر من كفاية. ثانياً، غريب إن ده يتعمل وجها لوجه. اللقاء المباشر عادة معناه إن في إحاطة بتفاصيل دقيقة، بينما اقتراح مبدئي لمقايضة ممكن يتعامل بتليفون عادي. وأخيراً، وده حيبقى سؤال متكرر دلوقتي، ليه راتكليف قضى كل الوقت ده في لاتفيا؟ يمكن المحطتين منهمش علاقة ببعض، بس هيكون غريب إنك تقابل حليفك وبعدين على طول تبيع حليفك بعد كده. يمكن رحلة ريجا كانت علشان يدي تحذير من باب المجاملة إن ده هيحصل قريب، بس لو كده يا ساتر، أكيد هيطلع تسريب عن الموضوع ده قريب. الافتراض البديل رقم 3 هو واجب التحذير. ممكن تفتكر إن إدارة بايدن حاولت تحذر روسيا من هجوم متطرف قبل ما المسلح يقتحم قاعة الحفلات في 2024. يمكن يكون في تحذير تاني جاي في الطريق، وراتكليف عمل الرحلة دي عشان يشرح المعلومات الاستخباراتية، لأن روسيا ما سمعتش الكلام المرة اللي فاتت. ده لسه بيطرح تساؤلات عن لاتفيا، وهل مكالمة تليفون كفاية؟ خصوصاً إن المسؤولية على روسيا إنها تسمع، مش على الولايات المتحدة إنها تشرح. رقم 4 هو التفاوض على تبادل جواسيس. ممكن يحصل، بس برضو ليه لاتفيا؟ كمان مشاركة رؤساء CIA في مفاوضات تبادل الجواسيس ده طبيعي، لكن اللي مش طبيعي إنهم يعملوها بحضورهم شخصياً. رقم 5 هو إعادة فتح المفاوضات زي ما اتقال قبل كده. دلوقتي إحنا بننزل لمجرد الاحتمال بس لاتفيا، وليه راتكليف بيعمل كده؟ هو لسه مش دبلوماسي. هتحتاج تفترض وجود جانب استخباراتي في إعادة فتح المفاوضات. بص على الحالات السابقة مع فنزويلا وكوبا لما عمل كده مؤخراً. وبعدين نوصل للنقطة رقم 6 اللي واضحة إنها سخيفة جداً، ومع ذلك كانت موضوع لكم كبير من التنظير الهاوي. راتكليف كان هناك عشان يشتغل مع روسيا لتدمير تحالف الغرب. يعني مش واضح؟ المهمة كانت سرية لحد من رحلات كشفت أمره. لا، إنه الموضوع يبقى سري ده مش غريب. دي الطريقة اللي الرحلات اللي زي دي كانت بتتم بيها قبل كده، حتى رحلة بيرنز. بس مش واضح. أمريكا حتى قالت لأوكرانيا ما تضربش موسكو في الوقت ده. لا، ده علشان يتأكدوا إن أوكرانيا ما تقتلش رئيس CIA بالغلط. تخيل بس الفوضى اللي كانت هتحصل. وكمان الولايات المتحدة بتطلب من روسيا تعمل نفس الحاجة مع كييف لما الدبلوماسيين الأمريكان بيزوروا هناك. في الحقيقة كيس كيلوك بيتقال عليه بهزار إنه شفيع كييف، عشان كل حاجة كانت بتبقى هادية بشكل سحري كل ما يزور هناك. بس مش واضح CIA كانت متحالفة مع روسيا طول الوقت ده. لا، ما كانوش. ولو كنت بتسمع من شوية كنت هتعرف إن العكس تماماً هو اللي حصل. بص، أنا فاهم إن ترامب عمل حاجات كتير أوروبا شايفاها مرفوضة خلال ال19 شهر اللي فاتوا، وكمان فاهم إن التفاصيل الدقيقة مش محبوبة في سنة 2026. بس أنا شايف إنه مهم فعلاً نفهم أمريكا بتعمل إيه وبتعملش إيه. واحدة من شكاوى ترامب هي إن أمريكا بذلت مجهود كبير عشان تساعد في أمن أوروبا لعقود، لكن أوروبا مش بتبادلها نفس الشيء، وعموماً مش ممتنة لكده. سيبك دلوقتي إذا كان تقييمه ده صح ولا لأ. إيه معنى إن الرأي السائد على الإنترنت في الموضوع ده هو إن أمريكا راحت لموسكو عشان تبيع أوروبا؟ الأدلة اللي اتقدمت لدعم الكلام ده كاذبة بشكل واضح، وأي حد قرأ عن راتكليف هيعرف إن الأدلة بتقول العكس تماماً. ويمكن الأسوأ من كده، إيه معنى إن ده عكس رأي المسؤولين المنتخبين عندهم؟
اللي عندهم معرفة أكتر بالوضع ووجهة نظرهم مختلفة عن كده. ده في الأساس بيخدم رواية ترامب إن أوروبا مش مقدرة اللي أمريكا بتعمله. فيه سخرية طويلة في إن آخر حاجة الناس دي عايزين يعملوها هي إنهم يثبتوا إن ترامب كان عنده حق. بس ده اللي بيحصل في الآخر لما بيعبروا عن آراء قوية في مواضيع هم مش فاهمين فيها. ففيه فكرة أخيرة هنا. أنا في الآخر مش عارف اجتماع موسكو كان عن إيه. في الحقيقة محدش يعرف غير الناس اللي في مناصب عالية واللي تم اطلاعهم على الوضع. الفكرة إنه التسرع في الاستنتاجات، خصوصاً الاستنتاجات اللي مش متوافقة خالص مع الأدلة، ممكن ما يكونش أحسن فكرة. وده ينطبق أكتر لما العالم كله حواليك على وشك ينهار. بس لما نهاية العالم تجي علينا كلنا، يمكن تفرح إن عندك واحد من الكتابين دول على رفك. هما ليهم نسخ رقمية، بس ده مش هيفيدك كتير لما النبضات الكهرومغناطيسية تضرب الدنيا. شوف وصف الفيديو لمعلومات أكتر عنهم. ولو عجبك فيديو النهاردة ياريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وأنا هشوفك بكرة. خلي بالك من نفسك.